السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دفعة 2024؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وماشيين كده في الدراسة كويس. انا عارف ان معظمكم بدأ دروس. احب اعرفكم بنفسي، انا دكتور عبد الرحمن اليمني، فاوندر يوستيم اكاديمي اند ذا انستراكتور اوف ذا ساينس سيكشن. وهتقابلوني كتير باذن الله الناس اللي معانا في الكورس. ده الفيديو اللي احنا وعدناكم بيه، اللي قلنا هينزل باذن الله قبل اول محاضرة ليكم اللي هي ميعادها يوم الجمعة يوم 28، اللي هو غالبا هيبقى بكرة باذن الله. المحاضره دي احنا هنوضح فيها نظام الكورس، وهنوضح فيها الحاجات او الابجريدز اللي عملناها عن السنه اللي فاتت. هنوضح فيها شكل النظام اللي هنمشي عليه طول السنه، وانواع الكورس او البارتات اللي معانا في الكورس السنه دي، لان السنه دي النظام اتغير عن السنه اللي فاتت. وهنوضح لكم كمان الكتب بتاعتنا الجديده اللي هتبقى خاصه بدفعه 2024 واللي هتبقى متوفره فقط لطلبه الكورس. هنوضح لكم السيشن بتاعنا بيبقى ماشي ازاي، ايه اللي علينا وايه اللي عليك وايه اللي مطلوب من حضرتك وايه اللي مطلوب مننا نعمله معاك. كل الكلام ده يبقى معانا في الفيديو بتاع النهارده. قبل ما نبدا الفيديو، اطلب من حضرتك انك تعمل لايك للفيديو وتشيره مع اي حد من صحابك ما يعرفش الكورس، عشان يستفاد بالكورس ويستفاد بالكونتنت اللي هيتقدم السنه دي في الكورس. ولو انت مش عامل سبسكرايب للقناه اعمل سبسكرايب، لان دي القناه الاولى والوحيده الخاصه باليو ار تي على اليوتيوب لطلبه ستيم. هتلاقي باذن الله فيديوز اصلا على القناه حلينا فيها امتحان 2022 وامتحان اذا كان انجلش او ساينس، وجي منها قطع بالنص في امتحان السنه اللي فاتت اللي هو بتاع دفعه 2023. وهتلاقي برده فيديو كنا منزلينه من احدى المحاضرات بتاعتنا نشرح فيه استراتيجيز وسكيلز مهمه، ممكن تتفرج عليه برده. هيأسسك حلو او هيبقى بالنسبه لك مفيد. وهتلاقي فيديوز كتير هتنزل الفتره الجايه لحضرتك على القناه دي فور فري. اتمنى انك تشترك في القناه عشان هينزل عليها حاجات كتير قوي تفيدك. حلو، وخلينا نخش في الفيديو بتاعنا على طول عشان ما نطولش الفيديو على الفاضي. اول حاجه، نظام الكورس بتاعنا السنه دي هو مختلف عن السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان نظامنا عباره عن شهور، حضرتك بتدفع الشهر بشهره. السنه دي لا، السنه دي نظام الكورس متقسم ثلاث بارتات: بارت بيزكس، بارت فولو اب، وبارت فاينل ريفيجن. حضرتك بتدفع البارت كله على بعض. طب البارت مدته قد ايه؟ هكلمك بقى في الفيديو دوت عن البيزكس. الفيديو دوت هيبقى عن كورس البيزكس فقط. كورس الفولو اب هينزل له فيديو، والفاينل ريفيجن هينزل لها فيديو. حلو. الكورس بتاع البيزكس بتاعنا مدته 12 محاضره، محاضرتين في الاسبوع، يعني مدته 6 اسابيع. يبقى كورس البيزكس مدته 6 اسابيع. حلو. هيبدا من يوم الجمعه 28 وهيكمل معاك لمده 6 اسابيع، وبعد كده نبدا في الفول اب. جميل جميل. ثمن كورس البيزكس بتاعنا هيبقى 400 جنيه. ولو جيت حسبتها هتلاقي تقريبا الشهر في الكورس عامل 200 جنيه، واحنا ما غليناش خالص عن السنه اللي فاتت. بل بالعكس، احنا السنه دي مدين لك البيزكس 12 محاضره. ال 12 محاضره ب 400 جنيه. احنا السنه اللي فاتت ادينا 12 محاضره بيزكس كانت ب 600 جنيه. فاحنا مرخصين السنه دي عن السنه اللي فاتت بنفس عدد المحاضرات، عشان ضغط اولياء الامور، وعشان عارفين ان في دروس ثانيه، وعارفين ان الدروس غاليه، وعارفين ان الحاله الاقتصاديه مش احسن حاجه. فده بالنسبه اول حاجه للمعلومات الاساسيه. نيجي بقى نتكلم عن نظام كورس البيزكس. نظام كورس البيزكس انت عندك في الاسبوع محاضره انجلش ومحاضره ساينس. حلو. نظام المحاضره يبقى ماشي ازاي؟ اول حاجه حضرتك بتخش المحاضره بيبقى فيها عليك جزء ثيوريتيكال. الجزء الثيوريتيكال ده اللي احنا بنشرح فيه الحاجات النظري بتاعت السيشن، اللي هو ايه؟ اللي هو بيبقى الفايل دوت بيبقى عندك في كل سيشن فايل زي كده خاص ب، يعني هتلاقي هنا يوستم بيزكس كورس وهتلاقي مثلا سيشن 1، سيشن 2، سيشن 3. حلو. يبقى في الفايل ده في الحاجات الثيوريتيكال، يعني بنشرح لك بكل بساطه الاستراتيجيز والسكيلز وانواع القطع وكل قطعه بتتعامل معاها ازاي، وكل قطعه بتجي لك شكلها عامل ازاي. يعني مثلا عندك مهاره مهمه اسمها الفاميليار تيرمز، وهتلاقيها شويه او مهمه قوي في الانجليش، اللي هو انت مثلا لو جالك كلمه مش عارف معناها تتعامل معاها ازاي. هتلاقي برضو مهاره ثانيه مهمه، حاجه اسمها ساينس نوليدج كويشن. هل اصلا بيجي ساينس نوليدج، يعني بيجي اسئله محتاجه انك تبقى مذاكر تي او سي ولا لا؟ احنا دايما بنقول ان يو ار تي ساينس is about critical thinking is not about science، وانا اوضح لكم الجمله دي في الكورس بتاعنا باذن الله. هتلاقي عندنا بنشرح انواع القطع زي الكونفليكتنج فيو بوينتس اللي بتيجي اكتر في البايو، قطع السيرش سمري بتيجي اكتر في الفيزيكس والكيمستري، قطع داتا ريبريزنتيشن بتيجي برضه في الفيزيكس والكيمستري. يبقى بنشرح في الجزء الثيوريتيكال دوت بنشرح فيه الحاجات النظري، اللي هو ايه؟ انواع القطع، الاستراتيجيز، السكيلز. يبقى في كل محاضره ليها مجموعه من السكيلز، مجموعه من الاستراتيجيز، ومجموعه من القطع بنشتغل عليها. ده بيبقى الجزء النظري في المحاضره. بعد ما نخلص الجزء النظري حضرتك بنروح بقى للابجريد الجديد بتاعنا بتاع السنه اللي ما كانش موجود السنه اللي فاتت، هو كتاب ذا التيميت جايد تو يو ار تي الخاص بيوستيم اكاديمي. الكتاب دوت مجمع، ده بارت 1 من الكتاب الخاص بالبيزك، يبقى في بارت 2 خاص بفولو اب، في بارت 3 خاص بفاينل ريفيجن. البارت الاولاني اللي هو البيزكس مجمع لك اهم السورسات الاساسيه، البيزكس، السورسات اللي بيجي منها قطع في الامتحان، السورسات اللي ما ينفعش تخش الامتحان وانت مش مخلصها. انا بدل ما حضرتك تقعد تدور عليها على السيطات وتقعد تجيب لها مش عارف منين وتبص فايلات فين وتبص فايلات هنا ويبقى معاك اربع خمس فايلات او 10 فايلات، احنا مجمعهم لك كلهم في كتاب واحد، كتاب ساينس وكتاب انجلش. حلو حلو. تعالى بقى نستعرض شكل الكتاب وايه المحتويات بتاعت الكتاب بتاعنا السنه دي قبل ما تبدا الكورس معانا، عشان برضه تبقى عارف الكتاب اللي هيبقى معاك. ده كتاب ذا التيميت جايد تو يو ار تي ساينس سيكشن، ده اللي انا باذن الله انا اللي بشغل منه. حلو. الكتاب دوت متقسم على نفس طريقه الكورس بتاعنا. طريقه الكورس بتاعنا يبقى عند حضرتك محاضره نشرح فيها نوع القطع اللي هو الداتا ريبريزنتيشن،
ومحاضره بنشرح فيها نوع القطع الثاني اللي هو الريسيرش سمري، ومحاضره بنشرح فيها الكونفليكتنج فيو بوينتس. هتلاقي متقسم كده على حسب المواد. تلاقي عندك كيمستري داتا ريبريزنتيشن، دي يعني ايه كيمستري داتا ريبريزنتيشن؟ يعني كل القطع الخاصه بالكيمستري بالنوع داتا ريبريزنتيشن. يعني لو نزلنا تحت كده هتلاقي عندك 30 قطعه تقريبا خاصين بالكيمستري داتا ريبريزنتيشن. احنا هناخد محاضره كيمستري هنشرح فيها الكيمستري، هنشرح فيها القطع الداتا ريبريزنتيشن، هنشرح فيها شكل القطعه، بيجي اسئله عامله ازاي، بنتعامل مع القطعه ازاي، ايه الاستراتيجيز، ايه السكيلز الخاصه بنوع القطع دوت. وبعد كده نخش نطبق عملي من الكتاب بتاعنا اللي هو كتاب ذا التيميت جايد تو يور تي. هنخش من الكتاب مثلا نحل 4 قطع، نحل 5 قطع، نحل 6 قطع. بعد ما نحل مثلا حلينا 5 قطع، هديك مثلا القطعه السبعه والقطعه الثامنه اساينمنت، تاخد قطعتين اساينمنت من نفس الكتاب بتاعنا. حضرتك بتحل الكتاب او بتحل القطعه من الكتاب وتبعتها لنا، واحنا بنبعت ريكوردات فيها حل الاساينمنت. حلو. وبعد ما بنخلص حل الاساينمنت يبقى احنا كده شرحنا النظري وطبقنا عملي واديناك اساينمنت. رابع حاجه بينزل لك كويز بعد كل محاضرتين من الكورس. يعني بعد كل محاضرتين بينزل لك كويز، يعني في 12 محاضره عندك 6 كويزات. الكويز ده بعمل زي امتحان، بنحاول نعمله لك بتايم، ونحاول ننزل لك فيه 4 او 5 قطع حضرتك تحلهم بالتايم دوت، عشان تبقى من اول السنه حضرتك متدرب على قصه التايم ومتدرب على قصه السكيلز. ومراجع نظام الكورس سريعا، احنا قلنا لحضرتك اول حاجه بتخش الجزء النظري، تاخد الجزء الثيوريتيكال، وبعد كده بنخش نطبق عملي، بعد كده حضرتك بتاخد اساينمنت من الكتاب، بعد كده حضرتك بتاخد الكويز اللي بيبقى بعد كل محاضرتين. تمام تمام. بعد كده ده هيبقى نظام البيزكس بتاعك. حلو. اول حاجه الكتاب دوت هو خاص فقط للطلبه بتاعتنا اللي معانا في الكورس. حلو. بينزل لك الكتاب معاك، مع الكتاب اكسبلينيشن كامل مننا احنا، اي قطعه بتقف قصادك بنحلها احنا معاك، ونوريك الفيدباك بتاعها وبنعرفك الاسئله بتاعتها جايه ازاي. حلو حلو. برضو عندنا كتاب الانجليش اللي هو الالتيميت جايد تو يور تي انجلش سيكشن. الانجلش سيكشن بقى احنا مجمعين لك فيه اهم 2 سورسز بيزكس اللي هم ايه؟ اللي هم انجلش فور ايفري ون، واللي هم ريد سيريز. دول التو سورسز اللي ما فيش امتحان انجلش ما بيخلاش منه قطع منهم. احنا مجمعينهم لك كلهم في الكتاب بتاعنا، وده بارت 1 بيزكس. حلو. هنبتدي نخلص معاكم باذن الله الليفلز ديت في الكورس بتاعنا، وبعد كده لما نخش في الفولو اب بناخد بارت 2 من الكتاب. بارت 2 من الكتاب بيبقى احسن وابجريد، وفي قطع من سورسات ثانيه، في قطع اصعب، الموضوع بيبقى احسن. تمام. في الفولو اب انت خلاص تبقى اتاسست كويس في البيزنس وحليت نسبه قطع محترمه، نخش بقى نعلي الفولو اب ونعلي عدد القطع اللي بنحلها مع بعض. ممكن نحل 6 قطع، 7 قطع مع بعض، 9 قطع مع بعض في الفولو اب. جميل جميل. انت باذن الله بعد ما تتفرج على الفيديو دوت هتفتح وصف الفيديو، تلاقي في وصف الفيديو كذا حاجه. اول حاجه هتلاقي رقم التواصل بتاعنا اللي هو ده، اللي هو 010 18 43 34 34 71، اللي هو الرقم ده 010 18 34 34 71. ده رقم باشمهندس محمد مسؤول التكنيكالز عندنا في الكورس، ومسؤول الدفع، وحضرتك هتدفع وهتشترك معانا. الكورس 400 جنيه. وبرده هتلاقي لينكين لكتاب، نسخه من كتاب الساينس ده، يعني جزء من الكتاب لو حضرتك عايز تشوف الكتاب فيه ايه وتشوف محتوياته، ونفس الكتاب جزء من كتاب الانجليش، بس طبعا ده هيبقى جزء صغير من الكتاب. الكتاب كامل خاص لطلبه الكورس، والاكسبلانيشن بتاعه لطلبه الكورس، والفيدباك بتاعه لطلبه الكورس. فاتمنى ان انت ما تسربش الكتاب، لان احنا مش مسامحين في الكتاب، احنا تعبنا جدا عشان نجهز الكتاب ده عشان نعمل الكونتنت بتاعه. فبليز ما حدش يسرب الكتاب. ثاني حاجه الكتاب ده خاص بطلبه الكورس فقط، وده بارت 1 بس من الكتاب، في بارت 2 الخاص بكورس الفول اب، وبارت 3 الخاص بالفاينل ريفيجن. حلو حلو. بعد ما تلاقي الحاجتين دول، وهتلاقي برضو لينك المحاضره التعريفيه اللي احنا عملناها، اللي شرحنا فيها نظام ثالثه، وشرحنا برضو فيها شويه عن نظام الكورس بتاعنا، عن شكل القطع وانواعها. حلو حلو. يبقى انت هتلاقي مني رقم التواصل بتاعنا عشان تلحق تحجز قبل يوم الجمعه، وهتلاقي برضو لينك المحاضره التعريفيه، وهتلاقي لينكين كل كتاب حاطط لك لينك النسخه منه، عشان لو حضرتك عايز تشوف الكتاب او تشوف محتويات الكتاب برضو، وتيبل اوف كونتنتس وكل الكلام ده. بس وزي ما انا قلت لك اتمنى من حضرتك ان انت تعمل لايك للفيديو وتشيره مع اصحابك، وتعمل سبسكرايب عشان القناه هتفيدك جدا الفتره الجايه. اشوفكم باذن الله في اول محاضره ساينس في الكورس. اشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.